قل إنما أنا بشر، وإنما بأداة قصر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بس هي دي القمة، إلهكم إله إيه؟ واحد. ما تتلفتوش لا كده ولا كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه إيه؟ شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني عبد فيه شركة 5 أسياد ولا 10 أسياد، طب هو يرضي مين ولا مين؟ إنما عبد مملوك لواحد بس ملوش غيره. إنما دول كم يرثوا 10 ومتفقين، ده 10 إيه؟ متشاكسون. ورجلا سلما لإيه؟ يبقى مما يحمد الله عليه أنه إله إيه؟ أنه إله واحد. إنما إلهكم إله إيه؟ واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الناس يعملون طبعا وفيه غايات رسمها الله لهم في الجزاء، هيروح الجنة وهيروح يقول لك اعمل الجنة هتاخدها. إنما كلمة يرجو لقاء ربه صرف نظر عن الجزاء، عن الايه؟ النعمة اللي هتجيله في الجنة، وقال أنا عايز بس أشوف المنعم اللي غمرني بالنعمة دي طول المدة اللي بس. يبقى مش عايز النعمة، عايز مين؟ المنعم، لقاء ربه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بالقصر، ما فيش إلا هو. فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جزاؤه، اللي بيعوز جزاؤه هيديله الإيه؟ الجزاء. فليعمل عملا صالحا. يبقى إذن الوسيلة إلى لقاء الله إيه؟ ليه العمل الصالح وسيلة إلى لقاء الله؟ لأنك احترمت أمر الآمر بالعمل. كل ما عملت عمل إيه؟ احترمت مين؟ ووثقت من حكمته، ووثقت من حبه لك، وارتحت. كل ما تعمل عمل صالح كده تقوم انت تيجي مثلا تنام بالليل تقوم تستعرض كده الاعمال اللي انت عملتها النهارده. فلما تكون اعمال طيبه ايه اللي يحصل لك؟ تبقى سعيد ومنشرح، ولا تتوجس شر ولا تخاف حاجه ولا اي حاجه. طب مين اللي خلانا اعمل صالح ده بقى؟ هو الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا والجنة أحد. يبقى برضو لا الجنة دي خلاها أنا عايز بس لقاء. وضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد عمل لك عمل عزيمة لأحبابه، وبعدين دخلوا ملأوا بقى الصوان محطوط عليه قطايب الطعام والفاكهة وإلى آخره كل الحاجات دي. فكل واحد راح على الإيه؟ على الصوان وقعد ياكل. وفي واحد قال لا فين يا شيخ فلان انا عايز اقعد وياه، ويقعد ويتليه عن الاكل. يبقى جاي عشان مين بقى؟ مش عشان النعمه بقى، جاي عشان مين؟ علشان الايه؟ المنعم. ودي اللي قالته مين؟ العدويه. سبع العدويه قالت كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا ايه جزيلا، انا لا ابتغي بحبي بديلا. مش يعني انا بحبك لذاتك. ولذلك الحديث دي بتشرح الحديث القدسي: أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهل لأن أعبد. بقى أنتوا يعني برضه نفعيين، طب برضه هنوافق وهنديه كلهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أقدرنا على ذلك.